لو انت عايز تغير شكل الديسكتوب بتاعك من الشكل القديم ده للشكل الجديد اللي انت شايفه ده، فكمل معايا الفيديو عشان تشوف الطريقة خطوة بخطوة وتعرف تعمله مظبوط. تمام. اول حاجة هنحتاج نخفي مع بعض الايكونز اللي موجودة على الديسكتوب. فهندوس مع بعض كليك يمين، بعد كده نخش على كلمة فيو وندوس وندوس على شو ديسكتوب ايكونز. هتلاقي معمول عليها صح، هتدوس عليها هتلاقي الايكونز اختفت. تمام. تاني حاجة هنحتاج نخلي التاسك بار بتاعنا شفاف. فهنفتح مايكروسوفت ايدج ونكتب هنا في السيرش ترانسلوسنت تي بي، هيفتح معاك الموقع بتاعهم الرسمي او مايكروسوفت ستور. انا هكون سايب لك الرابط من مايكروسوفت ستور عشان ده اللي هيتحمل معاك من غير اي مشاكل. الموقع بتاعهم تقريبا فيه شوية مشاكل ويفتح معاك جيت هاب، فمش هتعرف تحمله منه. هتدوس داونلود. تمام، زي اي حاجة انت بتحملها عادي وهيتحمل معاك. بعد ما هتحمله هينزل معاك بالشكل ده، وتدوس كده هتلاقي التاسك بار اختفى معاك. تمام. تاني حاجة هنحتاج نخلي التاسك بار كده يعني بيطلع وبينزل وما يكونش ظاهر معانا بالشكل ده. فهننزل تحت كده على التاسك بار وندوس كليك يمين، بعد كده ندوس على تاسك بار سيتنج، بعد كده اوتوماتيك هايد ذا تاسك بار وندوس عليها. هتلاقي التاسك بار اختفى معاك من غير اي مشكلة. تمام. بعد كده هنحتاج نحمل برنامج اسمه رين ميتر. طبعا برضو انا هكون سايب لك الرابط بتاعه تحت في الديسكريبشن، يعني زي كل البرامج اللي انا هكون سايبها لكم. وهتدوس داونلود، ندوس بدء التحميل، تلاقي البرنامج نزل معاك بالشكل ده. هندوس فتح وندوس اوكي كده نيكست، وبعد كده انستول وهندوس فينش. تمام. هنخرج بره كده، هتلاقي حاجات نزلت معاك بالشكل ده. هننزل كده عند التاسك بار وهتدوس على السهم ده، هتلاقي البرنامج نزل معاك كده، هتدوس عليه. تمام. بعد كده هتدوس على السهم اللي على الشمال ده، ظاهر معانا هنا الكلوك فهندوس، وبعد كده نعمل لها انلود. ظاهر معانا سيستم هندوس عليه، وبعد كده نعمل انلود. ظاهر معانا ديسك هندوس عليه ونعمل له انلود. ظاهر معانا الويلكم هندوس عليه ونعمل له انلود. تمام. هنحتاج دلوقتي نحمل شكل الساعة اللي انتوا شفتوه معانا في اول الفيديو. فهنخش على مايكروسوفت ايدج ونكتب فيجوال سكينز. تمام. وهتخش على ميتر سكينز وهنحمل مع بعض الموند، وده اكتر سين مشهور يعني ومعروف. هندوس هنا كده، بعد كده ننزل ونعمل له داونلود. تمام. شكل طبيعي جدا نزل معانا الموند اهو. هندوس وبعد كده نعمل له انستول. تمام كده نزل معانا السين بتاع الموند وهيطلع معاك صفحة بالشكل ده. تمام. تطلع بره هتلاقي الساعة ظاهرة معاك وحاجة اسمها ريسايكل بن، والكلام ده كله احنا مش عايزين نخفيه. فهنعمل كلوز سيتنج، بعد كده نروح هنا على التاسك بار وهتدوس على السهم وهنخش على الرينج ميتر اللي احنا حملناه في الأول. هتلاقي ملف ظهر معاك باسم المونت، هندوس عليه وهنخفي الريسايكل بن بنفس الطريقة اللي خفينا بيها الحاجة اللي كانت نازلة لوحدها. وهنخفي البلاير. تمام. كده الساعة بقت موجودة معانا لوحدها. تمام. حبينا بقى نصغر أو نكبر الساعة، فهتدوس كنترول وبالبكرة بتاعت الماوس بتاعك هتكبر وتصغر زي ما انت عايز. بعد كده هنحتاج نحمل مع بعض الخلفيات. أنا هوريكم موقع بيحمل لكم خلفيات ثابتة، وموقع تاني بيحمل لكم الخلفيات المتحركة. فأول حاجة هنحمل مع بعض الخلفيات الثابتة. خش هنا وتخش على اي موقع يعني تحمل منه 4K وول بيبر، يعني اي موقع مفيش معاك اي مشكله. شوف الموقع اللي انت بتستخدمه ونحمل منه. تمام. انا هحمل من اي موقع عشوائي مفيش مشكله عادي. تمام. فانا هختار الخلفيه وهرجع لكم مره تانية. ورجعت لكم مره تانية بعد ما حملت الوول بيبر. تمام. هتلاقيها ظاهره معاك بالشكل ده.
هندوس عليها كده كليك يمين، بعد كده نعملها ستريت از ديسكتوب باك جراوند. هنخرج هتلاقي الوول بيبر اتعملت معاك بالشكل ده. هنظبط مع بعض مثلا كده شكل الساعة. تمام كده انت ظبطت الخلفية وعملت السين بتاع الساعة. تمام. دلوقتي انت عايز تعمل خلفية متحركة، فانا هوريك برضو الطريقة. تفتح معايا هنا كده مايكروسوفت ايدج، وهتكتب هنا في السيرش لايفلي وول بيبر. تمام. هتنزل كده لتحت وتخش على مايكروسوفت ابس، وندوس هنا كده وندوس داونلود. دوس بدء، حمل معاك، اعمل فتح. تمام. وهنستناه يحمل معانا، وهرجع لكم مرة تانية. ورجعت لكم مرة تانية بعد ما البرنامج نزل معانا بالشكل ده. هندوس اوكي، بعد كده ندوس نيكست، بعد كده اكسبت، نيكست ودوس انستول. وادي البرنامج خلص معانا بالشكل ده. هندوس فينيش، وادي البرنامج فتح معانا من غير اي مشكلة. تمام. هتخش هنا هتلاقي مفيش اي حاجة في البرنامج يعني انت تحب تستخدمه. تمام. نخرج بره ونخش على مايكروسوفت ايدج، ونكتب هنا في السيرش موشن باك جراوند. تمام. هيظهر لك الموقع ده، هنخش عليه. هنحمل اي باك جراوند انت عايزها. يعني انا مثلا يعني ممكن احمل الباك جراوند دي. تمام. انا مثلا محملها اتش دي، وهنستناها تحمل. وحملت معانا بالشكل ده. هندوس فتح المجلد، هتلاقي الخلفية ظاهرة معاك بالشكل ده. هنخش على البرنامج اللي احنا كنا محملينه، وهندوس على تشوز فايل لو انت عايز، او عايز تسحبه على طول للبرنامج يعني بالشكل ده كده. ماشي، هنعمل تشوز فايل عشان مش شغالة معانا. نخش على فيديو وهنختار الباك جراوند وندوس اوبن. تمام. هتلاقي الباك جراوند ظهرت معاك هنا كده بالشكل ده. وهنخرج بره كده، هتلاقي الباك جراوند نزلت معاك بالشكل ده. كده خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم الشرح، ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو استفدت مننا، عشان قربنا نوصل 2000 مشترك عندنا هنا على القناه. شكرا والسلام عليكم.